اجي دوق. سميتها الريحة. الريحه زوينه. اها. والمذاق زوينه. وقال ماشي كل نهار، ممكن ندير لكم تقريبا مره في السيمانه. ما قدكمش مره في السيمانه؟ لا. وي. السلام عليكم. قولوا لي واش حتى نتوما عندكم نفس المعاناه؟ ما تخليو ما ديروا المجهودات كلها والو ما كيقنعوش. المهم نخليو المعاناه على جنب واجي نشارك معكم هاد سويسرو اللي حمقات ولدي. هنا استعملت كريمه جوز الهند، ممكن نستعملوا حليب جوز الهند. درتو في كاسرونه وخليته على نار متوسطه حتى يغلى، واستعملت شوكولات نسبه الكاكاو اللي فيه 72%، قطعته على قطع صغيره وحطيته في هذيك الكريمه اللي غلات بعد ما طفيت عليها النار. غادي نغطي الشوكولات بالكريمه ونخليه حتى يذوب. من بعد غنبدا نحركو حتى نحصل على كاناش بكريمه جوز الهند والشوكولات. غادي نخليه على جنب حتى يبرد، ومن بعد نغطيه ونحطو في الثلاجه حتى يبرد تماما. هنا غادي نوجد بودره اللوز، غنزيد عليها النشا، وغادي نزيد نص معلقه صغيره ديال خميره الحلويات نوعيه جيده. غنخلط المكونات مع بعضياتهم، ومن بعد غادي ناخذ 6 البيضات نزيد عليهم قريصه الملح ونبقى نطرب. وغادي نزيد سكر فاني كذلك نوعيه جيده. غنبقى نطرب مزيان وغادي نزيد السكر. هنا استعملت السكر الكامل وكنزيدو على 3 دفعات وانا كنطرب حتى كيتضاعف ليا الحجم ديال البيض. ومن بعد غنزيد المكونات الجافه على دفعات وانا كنخلط من التحت للفوق بالطريقه ديال اي جينواز عاديه. من بعد غنحط الخليط على لاطر الفران فيها ورق الزبده. وهنا ما ديروش نفس الخطا اللي درت، بغيتها يكون فيها مذاق ديال الكوك زايد ورشيتها بشويه ديال الطحين ديال الكوك من الفوق. نسيت ان الطحين ديال الكوك كيشرب بزاف وهذا الشيء خلاها تشقق. المهم ماشي مشكل، ما شافني حد غير نتوما صافي. المهم غطيت الجينواز ديالي بورق الزبده وقلبتها باش نحيد هذاك ورق الزبده اللي طابت فيه، ولويتها وكنرد البال باش ما تشققش ليا بزاف. خليتها حتى بردات مزيان ورجعت للكاناش ديالي اللي صوبت وخليته برد. ها نتوما كتشوفوه ولا القوام ديالو كثيف. رجعت للجينواز ديالي وكنحاول نحلها بشويه باش ما تشققش ليا بزاف، ودرت فيها هذاك الكاناش من الوسط وكنحاول انني نسرحو باش نغطيها كلها. ومن بعد كنعاود نلويها. من بعد درت ليها الكاناش حتى من الفوق وحاولت انني نسرحو مزيان باش نغطي جميع التشققات. والحمد لله الشكل ديالها جا غزال والمذاق خطير. المذاق ديال الكوك والشوكولات وكذلك النسمه د اللوز جا كيحمق. مكوناتها امنه وصحيه، ولكن حتى هي راه ما خصناش ناكلوها كل نهار بحال كيف ما بغا ولدي. وما تنساوش اختياراتنا اليوم هي صحتنا بغدا.